أيها الإخوة، هل تتوقع أنك أنت الوحيد الذي ابتلي في دهره؟ أنت الوحيد الذي ضاقت عليه معيشته؟ تقابل رجلا كبيرا عريضا متعلما مثقفا فيشكو لك من دهره وأيامه وحزنه وظروفه. لماذا حتى اليوم لم أجد مسكنا أسكن فيه ملكا؟ لماذا حتى اليوم لم أتزوج؟ ولماذا حتى اليوم لا أزال عاطلا لم أجد الوظيفة؟ ولماذا حتى اليوم أعيش على قارعة الطريق؟ لماذا هاجرت من بلدي؟ ولماذا يسلط علي نظام الكفيل؟ ولماذا أعيش قلقا وخوفا مع هذا الكفيل؟ ولماذا سرق مالي؟ ولماذا لم تتزوج ابنتي حتى اليوم؟ ولماذا لم يحصل ولدي وظيفة؟ ولماذا لم يدخل إلى الجامعة؟ ولماذا لم يصلح الله ولدي؟ ولماذا يا رجل؟ كل هذا يغيره الله، والحياة تتبدل والظروف تتغير، والذي اليوم يعيش في مسكن يملكه ولا يدفع إيجارا ولا يعيش تحت رحمة المؤجر كان يوما قبلك يستأجر ويبحث عن من يزوده بقيمة الأجرة. والحوادث كثيرة والقصص والحكايات لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة، تعرض محمد صلى الله عليه وسلم لما هو أكثر من ذلك. خذوا هذا المثل وقفوا عنده كثيرا. تعرض أحد أكبر أصحابه لموقف يشبه هذا الموقف. تعرض للخوف، وتعرض للهم، وتعرض للقلق، وتعرض للبرد، وتعرض للجوع في يوم واحد، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمام عينيه وبين أظهر أصحابه، والوحي يتنزل والصحابة يتعرضون للمحن التي تثقلهم وتعلمهم وتزيد في إيمانهم وتوطنهم على تقبل هذه الحوادث وعلى صروف الأيام. هذه هي الحياة، مشقة وصعوبة ثم يتغير الأمر وفرج من الله عظيم ونصر كبير. الحياة تتغير وتتبدل، والحياة كما قال بعض الشعراء طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأشياء فوق طباعها متطلب في النار متطلب في الماء جذوة نار. إننا أيها الإخوة ينبغي أن نتعامل مع حياتنا بهذه الصورة، بهذه الطريقة التي كان يتعامل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسلم أمرنا لله ونرضى بقضاء الله ونتخذ الأسباب ونتجاوز الظروف والمحن ونكل أمرنا إلى الله وندعو الله ونلجأ إليه ونفعل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر. أي أمر؟ في أمور الدنيا، في أمور شخصية، أو فيما هو أعظم، فزع إلى الصلاة، فزع إلى الله، يكثر من الدعاء ويسلم أمره إلى الله، ويكون الفرج بين عينيه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.